هي ليه البطاطا تعتبر أفضل مصدر كربوهيدرات؟ حقيقي إن البطاطا غنية جدًا بالألياف، هتشبعك لفترة أطول، هتخليك دايمًا مش عايز تلخبط في الأكل. تاني حاجة إن هي غنية ب2 vitamins وبالأخص فيتامين A وC ودول مهمين جدًا للجلد ونضارة البشرة، ده غير المناعة طبعًا. تالت حاجة هي من أفضل مصادر الكربوهيدرات لأن هي من النشويات المعقدة فبطيئة جدًا في الامتصاص، فبتضبط مستويات سكر الدم وما بترفعوش زي أي نشويات تانية بسيطة ممكن تأثر على سكر الدم. ورابع ميزة في البطاطا إن هي سعراتها قليلة جدًا، فده معناه إن أنت ممكن تدخلها في الدايت وتاكل منها كميات وتشبعك، لأن كل 100 جرام من البطاطا فيه حوالي تقريبًا من 80 ل90 سعر، فده رقم كويس جدًا، من 15 ل18 جرام كارب، فده حاجة كويسة جدًا وأفضل اختيار. فزي ما قلنا لو انت ماشي على دايت دخل البطاطا في يومك وهتحس بفرق كبير جدا. طب ازاي بقى نستخدم الاموره دي؟ ممكن تعملها في الفرن وممكن تعملها مسلوقه، ممكن تعملها بكذا طريقه، المهم انك تختار الطريقه الاسهل واللي يكون ما عليهاش اضافات كتير عشان ما تزودش السعرات. فببساطه لو عايز تلتزم بالدايت كل بساطه.